دبي هيلز ستيت، القلب الأخضر لدبي زي ما تحب تسميه إعمار. خلال 4 سنوات بس من 2020 إلى 2024 مبيعات دبي هيلز ستيت ارتفعت من 2.7 مليار إلى 22.3 مليار درهم، يعني ضاعفت أكثر من 8 مرات. مو بس كده، عدد الصفقات العقارية قفز من 982 صفقة إلى أكثر من 7000 صفقة، وهذا يدل على النمو الخرافي حرفيا في الطلب على المشروع سواء من المستثمرين أو حتى الناس اللي تبغى تكون في دبي هيلز ستيت. وإذا جينا للأسعار، فالسعر لكل قدم مربع ارتفع من 1200 درهم لقدم تقريبا إلى أكثر من 2300 درهم لقدم، يعني تقريبا تضاعف خلال 4 سنوات. طيب خلينا نتكلم عن الشقق تحديدا في دبي هيلز. الغرفة وغرفتين نوم، عدد مبيعات شقق الغرفة تضاعف أكثر من 12 مرة، وشقق الغرفتين ارتفعت أكثر من 16 مرة. أما قيمة المبيعات فزادت 23 مرة للغرفة الواحدة و29 مرة للغرفتين. يعني اللي اشترى في 2020 اليوم حاس نفسه مبسوط ومستفيد بنسبة كبيرة في دبي هيلز ستيت بالتحديد. نشوف كمان تحول كبير في قيمة التيكت للوحدات. فالغرفتين اللي كانت تنباع بأقل من 2.5 مليون اليوم 66% منها ينباع فوق هذا المبلغ، والثلاث غرف 100% منها في 2024 انباعت بأكثر من 2.5 مليون، 8% منها تعدت ال5 ملايين درهم في دبي هيلز ستيت. طيب مين اللي جالس يشتري هناك سواء سكان أو كانوا غير مقيمين؟ فهم الهنود والباكستانيين والبريطانيين والإيرانيين والإماراتيين، هم الأعلى شراء في المنطقة دبي هيلز ستيت حاليا. ولو تكلمنا عن العائد الاستثماري في دبي هيلز ستيت اليوم، في اللي يأجر شقة غرفة بشكل سنوي ممكن يحقق بين 8 ل 9% سنويا. أما إذا دخل في التأجير القصير الهوليدي هومز إذا كان التشغيل مناسب فمن 13 ل 14، والغرفتين تحقق بحدود 7 ل 8% للتأجير السنوي، ونفس الفكرة من 12 ل 13 للهوليدي هوم. ممكن تسأل نفسك طب ليش دبي هيلز ستيت الناس هذه كلها ارتفعت فيها الأسعار؟ بكل بساطة الموقع استراتيجي، 10 دقائق من وسط المدينة أو الداون تاون، و10 دقائق من المارينا، وعندك مول فيها، وعندك مستشفيات، وعندك مدارس، وفيها بوليفارد، وفيها ملعب جول، وفيها حديقة ضخمة داخلية جوا المجمع، وما في أي تطوير ثاني قريب يقدر ينافسه في المستوى والموقع حاليا. فإذا كنت تفكر تستثمر أو تسكن الفرصة لسه متاحة، في خيارات جديدة في دبي هيلز ستيت. أو إذا عندك وحدات بالفعل في دبي هيلز ستيت وحاب تقيمها وتشوف قيمتها وتعرف كم متوسط القيمة السوقية حاليا، صدقني إذا كنت شاريها في خلال 4 سنوات فأنت مستفيد وأنت عارف شيء. خلينا نشوف كم متاح إذا كنت حابب، وشوف سعر البيع المناسب لك، وإن شاء الله ما نقص معك. كان معك عبد الله من برو بوينت، ولا تنساني باللايك والشير. كنا نتكلم على دبي هيلز ستيت من إعمار في حدائق الشيخ محمد بن راشد على تقاطع الخيل مع أم قيم، ونراكم على خير. السلام عليكم.